صباح الخير. صباح الخير، شنو راك؟ احنا ظهرت تلاقينا من غير سابق موعد هنا. بالطبيعة أنا ما قاز نعرف ناتاسيون وأنتم جيتوا. وانا صورتك واي. باهي. انا نحب نسألك سؤال الساعة. النشاط متاعك هذا او السباحة في هذا الصباح، شنو هو سرها يعني؟ ولا هي رياضة معناها كما أي رياضة أخرى، لكن هي رياضة معناها شاملة، فهمت؟ يعني بدن كامل يخدم بالطبيعة، مش تكون خير من بليز أو موا معناها رياضات أخرى. حاجة تعمل كيف. تعمل كيف؟ واي. انت تتمنى لو كان شاطئ الكازينو يكون افضل في السنوات القادمة ان شاء الله؟ لازم يكون افضل، على الخاطر يعني شاطئ كما هذا غريبة جدا كونه ما يتهيأش أي. اكثر من هكا، ويكون يعني بلي كونفور. احنا تلاقينا في هذا الصباح من غير سابق موعد باش نذكر، واحنا جيلين. انا جيل نقول الخمسينات، وانت جيل نقول احنا الثمانينات. انا باش نقول لك في عام 59 وعام 60 نعرف البحر هذا، ونعرف شط القراقنة، ونعرف سيدي منصور. الماء كان نظيف، كان شيء روعة ما جل تقول انت. وهنا تو بعد اكثر من 50 سنة نشوفوا الحالة، ولا محالة انت كشاب تستشرف المستقبل. ايش قولك في المستقبل؟ كيفاش لازم يكون بالنسبة لشاطئ الكازينو والبيئة في صفاقس بصفة عامة؟ والله احنا في صفاقس تحديدا، باش نحكي على البلاصة اللي نعرفها، كونه المناخ يعني ياسر ملوث. ما فماش كما نقولوا احنا الممشى الصحي، ابسط الاشياء هذا مش موجود. ما عندناش ممشى صحي. ما عندناش ممشى صحي في صفاقس. في التلوث يعني سوى الهواء اللي نتنفسوه يعني يكون مختلط بالدخان، سواء نتاع السياب ولا نتاع الدخان نتاع الكراب. وبخلاف يعني احنا شنو الحوايج اللي نستهلكوا فيها، هذا كله يتلمد مع بعضه بالطبيعه مش يخلف اثار سلبيه كبيره برشا. يعني انا حبيت نقول لك انت ان شاء الله من الشباب، شباب المستقبل، وتكون صفاقس افضل، وهذه امنيتنا ان شاء الله. ان شاء الله. على كل هو انا نحب نقول، وانت ظهر شاطرني الراي، كونه العمل هو عمل جماعي، هو الدوله ومؤسساتها، وايضا المجتمع المدني وسكان صفاقس الكل من موقعه يعمل حركه، لان مستقبلنا هو مرتبط بالبيئه. شنو رايك؟ انا رايي لكونه يعني مانيش كان انا اللي لاحظت الشيء هذا. نتصور انا مغلب الناس لاحظوه الشيء هذا. وحقيقة من رأيي أنا كونه نصلح باللي أنا نجم، ما نلزمش غيري. على كل واحد يعمل حركة تقول أنت بالطبيعة، يعني من ناحيته شنو هو ينجم ينظف. يعني ما يكونش هو، ما نقولوش حتى ينظف، ما يكونش هو السبب في التلوث أبسط الأشياء. على خاطر كونه إذا كان هو السبب في التلوث مش ينجر عليه كونه هو مش يكون سبب في مرض تاع فلان أو علان وغيره، وفي مرض نفسه زاد. بارك الله فيك. شكرا. حبيت نشكرك على قبولك بهذه المقابلة اللي هي عفوية. هكا نحب باش المشاهدين يعرفوا هذا عفوية جدا. بارك الله فيك. وهذا وجه من التعامل لا محالة بين المواطنين، أن يكون تعامل آمن وسلمي من أجل مجتمع أفضل ومن أجل بيئة أفضل. شكرا لك. شكرا. بارك الله فيك.